مرحبا بكم متابعينا الكرام. إليكم حصاد مباريات ربع نهائي كأس إفريقيا للمحليين. البداية من مواجهة كينيا ومدغشقر. أوميغا سجل هدف التقدم لمنتخب كينيا في الدقيقة 48، لكن رازافيا مارو عادل الكفة من ركلة جزاء. الحسم جاء على ركلة الترجيح التي منحت التأهل لمدغشقر ب4 أهداف مقابل 3. ثاني اللقاءات جمعت المغرب وتنزانيا. الأسود فرضوا أسلوبهم وحسموا المباراة بهدف أسامة المليوي في الدقيقة 65 ليبلغ المغرب نصف النهائي بثقة كبيرة. ثالث المباريات كانت بين أوغندا والسنغال، لقاء قوي تكتيكيا حسمه أسود التيرانغا بهدف عمر با في الدقيقة 62 ليواصل السنغال طريقه إلى المربع الذهبي. وختام ربع النهائي كان مع القمة المثيرة بين الجزائر والسودان. أيوب غزالة سجل بالخطأ في مرماه ليمنح الأفضلية للسودان، قبل أن يعادل سفيان بايزيد النتيجة لمحارب الصحراء. التعادل هدف لمثله استمر حتى ركلة الترجيح التي ابتسمت لمنتخب السودان ب4 أهداف مقابل هدفين. وهكذا يكتمل المربع الذهبي: مدغشقر، المغرب، السنغال والسودان. فمن ترون الأقدر على التتويج؟ هل يواصل المغرب زحفه نحو اللقب أم أن السودان يصنع المفاجأة؟ وهل للسنغال كلمة الفصل؟ شاركونا توقعاتكم في التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.